ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده احلى واطعم فول مدمس ممكن تاكلوه في حياتكم. لكن قبل ما نبتدي الفيديو مع بعض ما ننساش نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين كده انا جبت كيلو من الفول. الكيلو ده يا جماعه يكفيكم شهر رمضان كله. انا بالنسبه لي بيكفيني شهر رمضان كله. فان شاء الله جربوا الفكره دي معايا او الخطوه دي معايا هتعجبكم جدا. وبجد مش هتلاقوا أطعم من الحاجة اللي بتعملوها بإيديكم بنضافة إيديكم طبعًا، حاجة أنتم منقيينها، مضبطينها، غاسلينها، حاجة معمولة قدّام عينِك، فما فيش أجمل من كده. جبت كيلو فول، ده فول عادي خالص مدمس من عند أي عطار أو من عند أي حد بيبيع بقوليات، هتلاقيه موجود عنده أو من أي سوبر ماركت، موجود في كل مكان، أي مكان هتخشيه بيبيع لوازم البيت هتلاقيه موجود فيه الفول الجميل ده. دي طبعًا فولة جميلة ونضيفة. قعدت انقيها زي ما انتم شايفين، اي حاجه فيها طبعا بننقيها عشان يبقى حلو، يبقى الفول بتاعنا صافي مفيش فيه اي رمل مفيش فيه اي قرقشه. وكمان بناخده على الحوض نفضل نغسل فيه مره واتنين وتلاته، يعني مش غسله واحده، تغسليه كتير لحد ما تلاقي الميه قدامك بيضه خالص وتقتنعي ان الميه نظيفه فعلا. قدامك يعني مهما برضو تغسلي فيه تفضلي تغسلي فيه كتير لحد ما ينزل كل العفارة اللي بتكون عليه، لأن الفول ده بيكون فيه كمية عفار وبتبقى رهيبة يعني، ما بتكونش شايفينها بالعين لكن هي بتبان لما تيجي تغسلي. أنا غسلت قدامكم طبعا كده بس على الشطف على الماشي، لكن خدته على الحوض نجرته كده، نجرته بمعنى الكلمة زي ما انتم شايفين كده. غسلته وضبطته. وبعدين غليت مية، غليت كاتل مية كده محترم، مية مغلية ونزلت عليه. وفي أي مكان عندِك بقى تسيبي الحلة ديًّا مركونة حوالي 4 ساعات على الرخامة، على البوتاجاز، زي ما تحبي، تتركن بالمَيّة المغلية وهي موجودة فيها، هتلاقي بعد 4 ساعات الحباية معاكِ نفشت، وخلاص بقى يكون كده الفول بتاعنا جاهز إن إحنا نسويه. وبرضه نفس الكلام ده ربع كيلو فول مدشوش، الكيلو يا جماعة بيستخدم ربع كيلو فول مدشوش، يعني ما تكتريش عن كده وبرضه ما تقلليش عن كده، عشان خاطر تاخدي القوام المضبوط. بجد ربع كيلو يبقى خطير، هيخلي طعمه جميل، طعم فعلًا يعني أحسن من المطاعم 100 مرة. زي ما قُلت لكم طبعًا ما فيش أحسن من الحاجة اللي إحنا بنعملها بإيدينا. نفس الفكرة اللي إحنا عملناها في الفول السليم هنعمله في الفول المدشوش، هنحط برضه عليه كوباية مَيّة مغلية ونركنه ال4 ساعات جنب أخوه. فبعد كده نقوم جايين بقى نجهّز حاجتنا، في ال4 ساعات دُول هتكوني أنتِ طبعًا شطّبتِ مطبخِك وضبّطتِ دنيتِك حواليكِ عشان تعمليه كده في روقان، لإن بصراحة الفول ده عايز كده تكون دماغِك رايقة عشان ما تنسيش حاجة من اللي هنحطها إن شاء الله عليه. زي ما أنتم شايفين ده طبعًا لسه ما كمّلش ال4 ساعات، ده أنا باورّيكم بس بعد المَيّة المغلية لمّا حطيتها عقبال ما عملت الفول المدشوش كانت المَيّة كانت الحبّاية نفشت كده، بدأت إنها تنفش، وكده النتيجة معانا بعد 4 ساعات كانت نتيجة بسم الله ما شاء الله، زي ما أنتم شايفين حبّاية نافشة ومالية كده مركزها. وجبت برضه ربع كيلو عدس أصفر، العدس ده يا جماعة يعني في عدس بيبقى غامق وفي عدس بيبقى فاتح، أي نوع عادي، بس أنا استخدمت هنا اللون الغامق شوية. عشان بس يدّيني صفار للفول، حابة إن يكون الصفار طبيعي كده. عملت ربع كيلو عدس وربع كيلو فول مدشوش، بلّينا طبعًا الفول المدشوش مع في الفترة اللي إحنا بلّينا فيها الفول السليم، لكن العدس ما اتبلّش، إحنا غسلناه بس، غسلناه غسلتين محترمين كده ونضّفناه برضه، وبعدين نزلنا بيه عادي. وده جزرتين، يعني حوالي ربع كيلو برضه جزر، نبشره بشر كده جميل زيكم كده، وننزل بيه طبعًا على الفول، بجد هيخلّي قوامه رهيب. طبعًا النتيجة كانت هايلة، كانت هايلة بمعنى الكلمة وعجبتني. أنا باعمله دايمًا بالطريقة ديًّا، مهما في طرق نزلت ومهما طرق شُفتها، هو الطريقة دي اللي أنا معتمداها، وبجد بتبقى جميلة. فجرّبوها وإن شاء الله تعجبكم. الليمونتين بقى، الليمونتين اللي دايمًا الكل بيعلّق عليهم، بيقول لأ ده بيمرّر الفول، لأ ده بيبوّظ الفول، صدقوني الليمونتين دُولي بيفرقوا جامد، بيخلّوا الحبّاية فاتحة، ما بيخلّوش الفول يغمق معاكِ خالص نهائي. جرّبوه بالطريقة ديًّا وهتكون دي الطريقة المعتمدة ليكم بعد كده. أنا جرّبته وقُلت لكم النتيجة عندي كانت عاملة إزاي. أنا معتمدة الطريقة ديًّا من سنين كتيرة جدًا، دايمًا باعمله بالطريقة دي. وكمان بتبقى كويسة جدًا، بتخلّي الفول معايا فاتح، وبتخلّي طعمه جميل جدًا، حطيتيه بقى بزيت وطحينة، حطيتيه بطماطم، زي ما تحبي الطريقة اللي بتعتمديها وبتحبيها هتنفع معاكِ. أيًا كان، يعني أي طريقة بتحبيها الفول ده ينفع يتعمل بيها. زي ما أنتم شايفين حطيت بقى كل المكونات اللي قُلت لكم عليها، العدس والجزر والفول المدشوش والليمونتين، وحطيت معلقة كركم، معلقة الكركم ديًّا يعني بتخلّي طعمه في حتّة تانية خالص،
ومعلقة بابريكا، ما شاء الله يعني بجد هيدّيكِ كمان لون جميل، لون كده تحسّي إن هو طبيعي من غير طبعًا أي مواد حاطينها إن هي تلوّن الفول بتاعنا، لأ ما فيش الكلام ده. ده هيشتغل إن هو فعلًا إن شاء الله يعمل لون كويس جدًا زي ما أنتم شايفين. ده النتيجة بعد ما قعد على النار 6 ساعات، تقريبًا 6 ساعات بس شمعة، يعني النار كانت شمعة، عبارة عن شمعة بالضبط، مش معلية النار خالص. أول لمّا الفول معاكِ هيغلي، أول حاجة هتعلّي النار لحد ما الفول يغلي، أول لمّا يغلى معاكِ هتهدّي عليه خالص زي الشمعة بالضبط. 6 ساعات هيستوي على نار هادية، هيبقى معاكِ زبدة، لكن لو سويتيه على نار عالية حبّاية تستوي والتانية مش هتستوي، مش هيبقى ضابط معاكِ. هو عايز نار هادية، يعني تحطيه كده على البوتاجاز وتنسيه انسيه. لكن مش معنى تنسيه إنِّك تولّعي في البيت لأ، يعني تنسيه تسيبيه فترة يعني كده محترمة، هيفرق معاكِ جدًا. وبعد كده بالهاند بلندر بتاعتِك أو بالخلاط، الناس اللي ما عندهاش هاند بلندر بالخلاط هتفرميه في الخلاط، لو أنتِ حاباه ناعم، لو حاباه بحاله وأنتِ بعد كده كل ما تطلّعي كيس تهرسيه، عادي ما فيش مشكلة. لكن أنا باحب أسهّل على نفسي بحيث إن أنا أخرّج الكيس يكون مفروم معايا، أعمله على طول، فيبقى سهل بالنسبة لي، يعني ما باحبش أصعّب الأمور، باحب بقى كده إن أنا أجهّز حاجتي على طول تكون كويسة معايا وتكون قدّامي سهلة، أطلّع الكيس في أي وقت يفِك براحته وخلاص. كده بنكيّسه يا جماعة في الأكياس، لو عندِك علب ممكن تكيّسيه فيها عادي ما فيش مشكلة، لكن أنا بصراحة ما كانش عندي علب فكيّسته في أكياس. ده أكياس تلاجة عادي بنكيّسه فيها. باحب أفرده كده عشان خاطر طبعًا ما يكلكعوش كلّه يبقى كتلة واحدة، بيبقى صعب في الفَك، لكن لمّا تفرديه كده تيجي تطلّعيه نُص ساعة بالضبط هتلاقيه فَك معاكِ وبألف هنا وشفا، أحلى وأطعم طبق فول ممكن تاكلوه في حياتكم. زي ما أنتم شايفين هابدأ بقى إن أنا أكيّس الفول بتاعي كام كيس. أنا عايزة أقول لكم إن الكمية دي بتكفّيني شهر رمضان كامل، يعني بتكفّيكِ شهر كامل، يعني تقريبًا كيلو الفول كنت جايباه ب55، ب55 جنيه. وتقريبًا برضه العدس مش فاكرة، العدس تقريبًا كان ب15 ربع كيلو تقريبًا برضه، على ما أعتقد يعني، لإني كنت جايبة طلبات كتير وده يعني من ضمن الطلبات، فمش متذكرة سعره أوي. لكن أنا متذكرة سعر الفول، لإن أنا كنت قدّامي كل الفول بتسعيرته يعني، فاخترت الحاجة طبعًا الأفضل ليّا. الفول كان سعره 55 والفول المدشوش كان سعره 40، فجِبت ربع ب10 يعني. عايزة أقول لكم إن كل اللي أنا عملته ده ما كلّفش 100 جنيه، بس بصراحة خدت كمية محترمة، واللي أحسن من الكمية طبعًا الطعم، يعني أنتم طعم في حتّة تانية خالص، طعم حاجة كده من عمايل إيديكِ، ما فيش أجمل من كده. حبيت أجرّب معاكم طبق الفول كده أدوقه معاكم كده وأقول لكم رأيي بصراحة، كان أطعم وألذ طبق فول بصراحة أكلته في حياتي. نحط معلقة الطحينة والزيت كده ونقلّبه في بعض، يعني مش عايزة أقول لكم الطعم في حتّة تانية بأمانة. إن شاء الله تجرّبوه وتقولوا لي رأيكم فيه. الفول ده يا جماعة من أطعم الأكل طبعًا اللي بيكون لازم يكون كده موجود على السحور في رمضان، جنب بقى الجبن والبيض والزبادي، فالفول ده حاجة كده أساسية. بجد فكرة الفيديو كانت حلوة، حبيت أشارككم طبعًا الفيديو معايا. يا رب يكون عجبكم. وعايزة أوضّح حاجة مهمة يا جماعة دايمًا باشوفها كده في الفيديوهات، الناس اللي بتحط بصل أو تحط طماطم على الفول أو فصّين توم، يا ريت بلاش طالما هتخزّنيه في الفريزر، لإنه بيعمل أكسدة، وبيبقى طبعًا مش كويس خالص إن يعمل أكسدة، ده مُضر طبعًا أول حاجة مُضر لصحتنا، وكمان ما بيبقاش طعمه كويس. هو دي الطريقة المبسّطة اللي بتخزّن بيه الفول في الفريزر. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف على قلوبكم، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش طبعًا يا حبايبي لو الفيديو عجبكم لايك للفيديو واشتركوا في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.